لو حكاية ال120 مليون دولار دي صح، دي تبقى مصيبة بجد. خلينا نتكلم بهدوء ومن غير مزايدة. لو فعلا صحيح ان المغرب دفعت او عرضت 120 مليون على ميتا عشان تقفل منصة حفيظ دراجة على الفيسبوك، فاحنا قدام كارثة في التفكير، مش مجرد قرار غلط. يعني ايه دولة كبيرة تصرف رقم خرافي بالشكل ده عشان تقفل منصة المذيع حفيظ دراجة مهما كان اللي بيقوله؟ 120 مليون دولار رقم قادر يغير لك حاجات كتير جدا في الدولة، يغير شكل التعليم، يغير شكل الصحة، يغير شكل الرياضة، ويخلق كمان آلاف الفرص للناس. رقم ممكن يفتح مدارس، يجهز مستشفيات، ويصلح طرق. مش نصرفه عشان نكتم صوت إعلامي مهما كنت مختلف معاه او متفق معاه. حفيظ دراجي ممكن نختلف معاه او نتفق معاه، ممكن يعجبك كلامه او يضايقك، لكن في الاخر هو مجرد اعلامي وبيعبر عن رأيه. والرد على الرأي عمره ما كان بالفلوس ولا بالضغط على المنصات، ان انا اروح ادفع لمنصة مبلغ زي ده عشان تقفل البيج بتاعته او الاكونت او ايا كان اللي موجود. ولو الموضوع ده حصل فعلا، يبقى المشكلة مش في حفيظ دراجي ابدا، المشكلة في عقلية شايفة ان الحل هو الاسكات مش النقاش. خليني اقولها بصراحة ومن غير اي تجميل، البلاد ما بتتقدمش بمحاربة الإعلام، ولا إن أنا أقفل منصة حد بينتقدني، ولا بالعداوات الوهمية على السوشيال ميديا. البلاد بتتقدم بالتعليم المحترم والصحة الآدمية وطرق ونقل نظيف ومساحة رأي حقيقية، أقول رأيي وتقول رأيك ونتناقش. لو القصة دي فعلا إشاعة يبقى لازم تتكذب بوضوح، ولو القصة دي حقيقية فدي إدانة كاملة لطريقة التفكير قبل ما تكون إدانة كاملة للقرار نفسه.